بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنتكلم النهارده عن اول قديسه من الهنود الحمر، هي اسمها القديسه كاتيري تيكافيتا. تعالوا نعرف قصتها سوا. اتولدت قديستنا كاتيري سنه 1656 من اب وام هنديين كانوا من اصل سكان البلد، من قبيله اسمها موهاوك الشهيره. المدينه دي دلوقتي من احد احياء نيويورك في الولايات المتحده. وسنة 1660 كان عندها 4 سنين. في الوقت ده القرية اللي هي كانت عايشة فيها كان منتشر فيها جدا مرض الجدري، وقضى على كتير قوي من الناس هناك، وكان من ضمنهم والدها وكمان أخوها الصغير. هي الوحيدة اللي جالها الجدري بس ما ماتتش، لكن أثر على نظرها جدا وبقى عندها ضعف شديد قوي في النظر. وكمان أثر مرض الجدري في وشها، وبقى أثر المرض على شكل حبوب كده شكلها مش حلو في وشها، وده أثر على جمالها جدا لأنها كانت معروفة إن هي كان شكلها جميل وملامحها مريحة قوي. فبقت تمشي وهي ايديها قدامها بسبب ضعف نظرها عشان تلمس الطرق وتعرف هي ماشية ازاي وما تتخبطش في حاجة، وهي ماشية عشان ما تتعرضش لأي أذى. ومن وقتها اتعرفت باسم تيكاكفيتا، والاسم ده بلغة الهنود الحمر معناه تلك التي ترتب أمورها. وفي سنة 1667 كان عندها 11 سنة. بقت بتخدم في خدمة اسمها المرسولين اليسوعيين نسبة لاسم ربنا يسوع المسيح. والناس في الوقت ده كانوا واخدين من عمها الحوش بتاع البيت بتاعه، والحوش ده بقى مركز للتجمع فيه. وفي الوقت ده كان سكان القرية كلهم خرجوا من القرية وراحوا الضفة الشمالية من نهر الموهاوك، والمنطقة دي دلوقتي اسمها منطقة فوندا، وهي برضو حي من أحياء نيويورك حاليا. وكانت خدمتها ساعتها هي الإرسالية، وكانت بتهتم بشؤون الطبخ، وكانت كمان بتقطف الزهور وبتجمع الحطب وبتصنع القفف، وبتقوم بتطريز القماش اللي مرصع باللؤلؤ المستعار. وكل الناس اللي كانت حواليها وكل المرسلين اللي معاها كانوا بيشهدوا جدا لشدة إيمانها. وتكفل الأب جاك دولامبرفيل إن هو يعلمها أكتر عن أصول المسيحية بصورة منتظمة، وكانت بتعمل كل حاجة بأمانة، وكانت منتظمة على الصوم والصلاة كل يوم والتناول في القداسات. وكان كل تعاملاتها راقية جدا ومليانة محبة. وفي وسط كل ده ما كانتش لسه اتعمدت، وتم عمدها سنة 1676، وكان ساعتها عندها 20 سنة. وفي سنة 1680 ما كانتش كاتيري بتشتكي من أي حاجة ولا أي مرض ولا أي تعب. وبعدين ربنا سمح إن هي تتصاب بمرض السل، كان مرض صعب جدا هو اللي أنهى حياتها. وتنيحت قدستنا يوم 17/4/1680، كان في أسبوع الآلام بعد 3 سنين من معموديتها. تنيحت في أحضان صديقتها ميري تريزرز، وكانت كلماتها الأخيرة قبل وفاتها: يسوع أنا بحبك. في الوقت ده كان عندها 24 سنة بس. وحصلت مفاجأة بعد ما تنيحت، إن بعد موتها بساعات وشها رجع تاني زي الأول، اللي كان شكله وحش من بقع الجدري، ورجع لجماله ورقته مرة تانية. وبعدين راحوا حطوا الجثمان بتاعها في تابوت خشب، وحطوه جنب الصليب الخشب الكبير جدا اللي هي كانت دايما بتحب تقف تصلي قدامه. وبقى وشها بينور من كتر جماله. وبعدها ب3 أيام راحت ظهرت ل3 من أصحابها، وكان في ناس كتيرة قوي بتجيلها من كل البلاد تصلي قدام القبر بتاعها، وكانوا بيطلبوا الشفاء للأمراض بتاعتهم، وفعلا كان بيتم شفائهم في الحال. وكمان كان في حاجات كتيرة بتحصل في الكنيسة كانت صعبة، وكانوا بالناس بيصلوا، وبشفاعتها كانت الأمور كلها بتتحل، وتحول القبر بتاعها لمزار بيجي ليه ناس كتير من قريب ومن بعيد. حياة قدستنا كاتيري بتشكل قدوة لكل المسيحيين، لأنها عاشت حياة بسيطة ومتواضعة، حياة صلاة وتأمل، وكانت أمينة جدا في تعليمها ليسوع المسيح، وكانت طاهرة القلب وبتحب الأطفال وبتساعد المرضى والمسنين. ودي الفضائل اللي اتكلم عليها البابا يوحنا بولس الثاني لما أعلن قداستها. وتم إعلان قداستها في عهد البابا يوحنا بولس الثاني لما أعلن قداستها يوم 22 يونيو سنة 1980. وقال البابا بنديكتوس السادس عشر لما رفعها المجد المذابح قديسة يوم 21 من أكتوبر سنة 2012. وكمان بيحتفلوا بعيدها يوم 14 يوليو من كل سنة في أمريكا، ويوم 17 إبريل من كل سنة في كندا. بركة صلواتها وشفاعتها تكون مع جميعنا أمين. لو أول ما تسمع سيرة القديسة كاتيري ابعتها لكل الناس، خليهم يتشفعوا بيها وياخدوا بركتها. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.